ايه ده يا جدعان؟ ده ايه يا حسام حسن؟ في ايه؟ مالك؟ ايه الماتش ده؟ تقريبا ده اكتر ماتش درامي في تاريخ مصر بعد ماتش الكونغو، ان انت تتقدم في اول 5 دقايق من المباراه وتسجل هدف التقدم، عشان بعدها ب5 دقايق يجي ضربه جزاء للمنافس ويضيعها، عشان بعدها على طول يتصاب عبد المنعم، فتلعب ناقص واحد لمده كام دقيقه بس عشان تيجي ايران مسجله عليك التعادل، ورغم انك سيطرت على الماتش بالطول والعرض تقريبا طول المباراه، الا ان في الوقت البدل ضايع ايران تجيب فيك هدف الفوز، وبعد ما اللاعب اللي جاب الهدف ياخد نص ساعه بحالها بيحتفل كل الاحتفالات اللي موجوده في الدنيا، يجي الهدف يتلغي بداعي التسلل وينتهي الماتش بنتيجه 1-1 وصعودك لدور ال 32. لا يا جدعان، لا الماتشات دي مع مصر ما بنشوفهاش كتير، تقريبا لحد دلوقتي هو اكتر ماتش درامي اتلعب في كاس العالم من اول نزول محمود صابر الرهان الثاني لكابتن حسام بعد مصطفى زيكو، وكابتن حسام يكسب الرهان بعد تسجيل محمود صابر هدف التقدم بعد اول 5 دقائق في الماتش. الكره بدات من رامي ربيعه اللي عمل ثرو لوب فيه كسر للخطوط عشان يسندها زيكو لصلاح، صلاح اللي من وجهه نظري كان انسب حاجه ليه ان هو يرجع يبازيها تاني لزيكو اللي كان اصلا في وضع الاستعداد عشان يشوط، بس صلاح طمع في الكوره وراح هو شاط عشان حارس ايران يطلع ويشتت الكوره عشان تيجي يا جدعان لمحمود صابر اللي يترشمها في الجول في اول 5 دقائق من الماتش. بس يا جدعان ندي لكل واحد حقه، محمود صابر في الماتش بشكل عام ما قدمش الاداء الكويس اصلا، غير بس في لقطه الهدف كان كذا مره بتجيله الكوره ويشوط من بره ال 18. ما تفهمنيش غلط، اللي كان بيعمله ده فعلا حل من الحلول، عشان ايران اللهم صل على النبي كانت بتلعب شبه نيوزيلندا شويه، راكنه الاتوبيس ورا وبتدافع باللعيبه كلها وبتعتمد على الكرات الطويله، فالتسديد من خارج منطقه الجزاء دي فعلا واحده من الحلول، بس بالعقل يا محمود، يعني انت دلوقتي شطها مره 2 ما جاتش خلاص العب مع باقي الفرقه، لكن هو يعملها 3 مرات ورا بعض تجيله الكوره ويشوط من بره منطقه الجزاء، فما كانتش حلوه خالص من محمود صابر ان اي كوره بتيجي في رجله هيعمل شبه مرموش ويشوط، بس بعد كده عبد المنعم يعمل خطا جوه منطقه الجزاء ملوش اي 30 لازمه حرفيا ويديهم ضربه جزاء بلوشي، بس العملاق مصطفى شوبير اللي برده لو قعدت اشكر فيه من هنا لبكره لا هيكفي ولا هيوفي، يقدر بسهوله شديده جدا ان هو يتصدى لضربه الجزاء، بس يا فرحه ما تمت بعدها على طول يتصاب عبد المنعم ونلعب ب10 لعيبه ناقصين واحد لمده كام دقيقه بس عشان تيجي هجمه لمنتخب ايران وعبد المنعم يشيل كرة كانت جايه بنسبه 90%، بس للاسف رامين يكمل عليها ويسجل جول من زاويه ضيقه قوي وتنجح ايران في التعادل 1-1 عشان بعد كده يركنوا الاتوبيس ورا ويفضلوا مقفلين الدفاع من ناحيتهم، وهجمه مني على هجمه مني يجيبوا هدف الفوز عليا، يجي من عرضيه كده تتلعب وخطا غريب جدا من شوبير ان هو يطلع جدا بره الجون بحيث ان هو يشتت الكوره، بس الكوره تيجي في رجل حد من لاعيبه ايران ويشوط ويسجل هدف الفوز علينا، والراجل حرفيا يا جدعان بعد ما اخد نص ساعه بيحتفل كل الاحتفالات اللي في الدنيا يجي الحكم ويقول الجون اوف سايد، ويا جدعان وربنا انا فرحت ولا كاننا سجلنا جون، فكره ان انت كنت كسبان في اول 5 دقايق من الماتش وخلاص انت متصدر المجموعه ب7 نقاط يتعادلوا معاك ويبقى رصيدك 5 نقاط وتمام، يعني انا كده اصعد اول يا اصعد تاني، يجي هدف الفوز علينا في الوقت البدل ضايع ويرمينا ان احنا نلعب مع فرنسا مثلا، لا يا جدعان ده كان هيبقى فيلم رعب، عشان كده انا فرحت ان الجون اوف سايد عشان تجنبنا ان احنا نلعب فرنسا، بس المهم ينتهي اللقاء 1-1 وتصعد مصر الثاني المجموعه ب5 نقاط، والمتصدر عليها بلجيكا اللي برده جايبه 5 نقاط بس هي متصدره عنك بفرق الاهداف. بس يا جدعان تعالى بقى، انا عندي كام تعقيب في الماتش كده بصراحه ما يعدوش، اول واحد فيهم وهي علامه الاستفهام الاكبر بالنسبه لي، ليه الكابتن محمود تريزيجيه لعب 90 دقيقه بحلقه في الماتش؟ الراجل كان باين قوي ان هو عند الدقيقه 60 خلاص جاب اخره، بس ما تفهمش ليه العميد اصر ان هو يلعبه ال 90 دقيقه كلهم، وانا شايف ان هو من بعد الدقيقه 60 والدقيقه 65 ما بقاش بيدي نفس الفاعليه في الملعب، وده طبعا بسبب عامل الارهاق، وكانت علامه استفهام كبيره جدا انت ليه يا عميد خليته يلعب 90 دقيقه بحالهم؟ تاني تعقيب واللي برده استغربته جدا، هو ليه يا جدعان هيثم حسن ما نزلش؟ هيثم حسن اللاعب السريع الخفيف المهاري اللي كان ممكن يروح لك بكام هجمه خطيره وخاصه بعد الدقيقه 80، فتقريبا كانت بعد الدقيقه 80 ايران كانت بتهاجم ب6 7 لعيبه، وسط ما فتحوا الخطوط وعملوا مساحات بالهبل عشان يهاجموا كانت هي دي فرصه هيثم حسن ان هو يروح ويعمل لك كام هجمه كانت ممكن واحده منهم تيجي في الجول، ولكن انت بداله نزلت زيزو معلش يا جدعان ما تزعلوش مني بس انا مش عارف هو بيلعب في المنتخب ليه اصلا، لا بيديك تمريرات كويسه ولا بيديك هجمات كويسه ولا بيديك عرضيات كويسه ولا بيديك اي حاجه، وحق الله برضه عشان ما نظلموش الراجل حق الله لو دخلناه ماراثون جري هياخد المركز الاول، ولكن انا مش عايز حصان في قلب الملعب بيقعد يجري وخلاص، وحتى على نقطه الجري والسرعه هيثم حسن موفرها لك زائد المهاره زائد الخفه، وكانت علامه استفهام كبيره جدا انت ليه ما نزلتش هيثم حسن بل ونزلت مكانه زيزو، بس طبعا مش عايزين نبخس حق محمد صلاح، الراجل يا جدعان كان بيدافع ويهاجم ويوصل كور ويشوط ويعمل سبرنتات، انا فهمت هو ليه اتصاب في الخلفيه اصلا، الراجل عمل مجهود غير طبيعي في الماتش، ده زائد يا جدعان طبعا مصطفى زيكو يا جدعان ما كانش كويس خالص الماتش ده، وحسيت ان هو كان محتاج يتبدل من بدري، ويا جدعان احنا عموما في الماتش ده خسرنا اكتر ما كسبنا، خسرنا صلاح وفتوح وعبد المنعم في الاصابات، وكان قبليهم حمدي فتحي وحسام عبد المجيد، ده غير انك خسرت مشاركه مهند لاشين في دور ال 32 بسبب الكارت الاصفر اللي اخده على كره ميته اصلا بباص غلط هو اللي عامله، يعني اللهم صل على النبي كده انت قدامك 6 غيابات، فانا والله يا جدعان حسيت ان الماتش ما كانش يستاهل كل اللي حصل، مش هقول لك ان الماتش كان سهل بس الماتش كنا ممكن ناخده بطريقه ابسط من كده، احنا عارفين يا جدعان كنا بنلعب الماتش ده بس عشان نتجنب ان احنا نصعد ثالث، فلا قدر الله كنا هنلعب فرنسا او سويسرا، فانا حسيت ان احنا كنا نقدر ناخد النقطه ونتعادل بخساره اقل من كده بكتير، انا متاكد ان كابتن حسام حسن هيبص على كل الكلام ده وهيحاول يصحح كل الاخطاء دي بحيث ان
انها ما تحصلش معانا في ماتش استراليا. هو لسه فاضل على ماتش استراليا في دور ال 32 اسبوع من دلوقتي، فانت قدامك فرصه ان يرجع لك جزء من الناس المصابه. ولكن عموما مبروك منتخب مصر التاهل لدور ال 32 كتاني المجموعه ب5 نقاط. عموما يا جدعان كل المنتخبات العربيه في البطوله تم اقصائها ما عدا مصر والمغرب. وطبعا يا جدعان منتخب الجزائر لسه فاضل له فرصه اخيره للصعود لدور ال 32. هو حرفيا الجزائر والنمسا مش عايزين غير تعادل واحد عشان هما الاثنين يصعدوا لدور ال 32. المغرب يا جدعان اللي عملت ماتش كبير جدا مع هايتي يا جدعان، تاني هدف لهايتي بينافس على افضل هدف في البطوله. ولكن يعني ماشي، نقدر نقول بسهوله ان المغرب قدرت تكسب هايتي 4-2 وتصعد لدور ال 32 كتاني المجموعه بمجموع 7 نقاط. اللي استغربته يا جدعان بامانه هو خروج الاورجواي. كنت متوقع ان الاورجواي تعمل حاجه في البطوله اكتر من كده، توصل دور 16 ربع نهائي، فيها اسماء مش قليله. وما اتفاجئتش خالص بصراحه بوصول كاب فيردي لدور ال 32. قلت لكم يا جدعان ده فريق كلح، بيدافع كويس جدا وبيهاجم كويس جدا وبيمسك كرة عليك، ومعاهم حارس اعوذ بالله ما فيش كوره بتخش عليه، عامل برايم عصام الحضري في كاس العالم. بس كده يا جدعان، اتمنى لو عجبك الفيديو تشترك وتحط لايك وتشير، ممكن يعجب حد من صحابك او حد من صحباتك. ولو ما عجبكش الفيديو برضه اشترك وحط لايك وشير ببلاش في المقام الاول. لو المحتوى ما عجبكش ممكن يعجب غيرك. ما تنساش تكتب لي رايك تحت في الكومنتات في الفيديو، وتكتب لي توقعك لماتش مصر واستراليا. بس كده اشوفك الفيديو الجاي، سلام.